السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله بسبوسة المحلات المكرملة. هنعملها وهتطلع معانا طرية جدا ودايبة واحسن بكتير قوي من اللي بنشتريها من بره. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. بس يا ريت لو اول مرة بتشوفوني تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا بقى نشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة هعملها هجيب طاسة كده على النار وهحط فيها 200 جرام من السكر، يعني كوباية بمج الشاي العادي. وهبدأ اضيف عليهم ربع كوباية كده من المية وهوزعها كويس. وبعد كده هحط معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وده مهم جدا عشان بيظبط معايا القوام بتاع البسبوسة. بعد كده هبدأ اشغل عليهم بقى النار على نار هادية جدا، مش هستخدم اي حاجة خالص، وهسيب السكر يدوب كده مع نفسه. مش هحط معلقة او اي حاجة. اول ما يبدأ يغلي معايا زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ كده بس احرك الطاسة زي ما انتوا شايفين بالتقليب من بعيد. مش هحط معلقة او اي حاجة عشان السكر ما يحجرش معايا. اول ما بيبدأ ياخد مع لون ذهبي زي ما انتوا شايفين عادي، بحب استخدم كده الاسباتيولا عادي عشان ما يتحرقش مني. واهم حاجة في المرحلة دي ما تسيبوهوش وتروحي في اي حتة عشان بياخد لون بسرعة وممكن يتحرق منك. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ اقلب فيه لحد ما يوصل للدرجة دي. انا خلاص مش هعمل اي حاجة تاني، هبدأ كده اضيف السمنة، ومعايا كوباية الا ربع من السمنة. ويا ريت لو تكون معاكي سمنة بلدي، دي بتفرق جدا في طعم البسبوسة. هبدأ انزل بيها كده زي ما انتوا شايفين. اول ما انزلها هتبدأ تسيح على طول معايا. هديها تقليبة بس، وبعد كده هنزل عليها بنص كوباية ومعلقتين كبار من الحليب السخن. ويا ريت تبعدي الكراميل في المرحلة دي علشان بيفور وممكن لا قدر الله يطلع على ايدك. وطي النار خالص وابعديه خالص عن النار لحد ما تحطيه. اول ما تحطيه كده هيبدأ يقفش بس حاجة بسيطة في السكر المكرمل ده، وبعد كده واحدة واحدة هيدوب ويفك معاكي. ممكن في المرحلة دي تستخدمي مية بس من غير حليب. والطريقة دي بتاعت المحلات، بس احنا عشان بنعمل حاجة للبيت فبنزودها حليب عشان يدينا طعم حلو قوي. بيدوب معايا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بطفي عليه النار وبسيبه يبرد معايا تماما لحد ما يبقى دافي. اهم حاجة ما تحطوهوش على الدقيق بتاع البسبوسة وهو سخن. انا معايا هنا نص كيلو من دقيق البسبوسة او السمولينا سايب خالص من عند العطار، معلهوش اي اضافات. ببدأ انزل عليه بالخليط اللي انا عملته ده، بس يكون فاتر معايا يعني ما يكونش سخن. يعني تحطي ايدك فيه كده تستحمليه زي دمع العين. هبدأ بقى اقلبه كويس قوي مع دقيق البسبوسة. انا هخلط المكونات بس مش هعجن، هخلطهم بس كده مع بعض لحد ما يتشرب من السوائل اللي معايا دي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده معايا كده الصينية اللي انا هعمل بيها، دي اكبر صينية في الصواني بتاعة البسبوسة. دهنتها بمعلقة كبيرة كده من السمنة. وبعد كده هبدأ انزل بالخليط بتاعي اللي انا عملته ده، وبعد كده هوزعه كويس قوي في الصينية بتاعتي. ممكن تبلي ايدك بالمية وتوزعي بيها، هتبقى سهلة معاكي قوي وانت بتفرديها. بعد كده بديها خبطتين كده على الرخامة زي ما انتوا شايفين عشان الوش بتاعها يتساوى معايا. وبعد كده بقى هبدأ أزينها. أنا معايا بندق هنا مقطعه أنصاص، وهبدأ كده أوزعه وهضغط عليه ضغطة بسيطة خالص عشان بس يثبت على وش البسبوسة. تقدري تحطي لوز، تقدري تسيبيها سادة خالص من غير أي مكسرات. وبعد كده هبدأ بقى أدخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الشبكة اللي في النص. والفرن بيكون شغال من تحت بس. وطبعا بيكون مشغلاه من قبلها ب10 دقايق. على ما البسبوسة تاخد وقتها بقى في الفرن هبدأ كده اعمل الشربات بتاع البسبوسة. معايا كده كوباية ونص من السكر، وهبدأ اضيف عليهم كوبايتين اتنين من المية، وهضيف عليهم معلقة كبيرة كده من عسل الجلوكوز. واول ما يبدأوا يغلوا معايا هضيف عصير نص ليمونة، وهسيبهم بقى يغلوا على النار لمدة 5 دقايق بس. وبعد كده هطفي عليهم لحد ما البسبوسة تخرج معايا من الفرن. هنا بعد البسبوسة ما خرجت معايا من الفرن خدت حوالي تلت ساعة. اول ما احمرت معايا الاطراف بدأت اشغل عليها الشواية لحد ما بقت باللون اللي انتوا شايفينه ده.
وبعد كده هبدأ بقى اضيف عليها الشربات. شربات البسبوسة بيكون خفيف وسخن جدا، يعني لو انت عملت البسبوسة ولقيتيه الشربات كان برد معاكي، ارجعي سخنيه تاني، لازم تضيفيه وهو سخن على البسبوسة. هبدأ اضيفه كده بالتدريج زي ما انتوا شايفين على البسبوسة. وهنلاقيها بتشرب الشربات بكل سهولة، معنى كده ان هي ناجحة جدا معاكي. كل ما تشرب الشربات ابدأي ضيفي تاني، هتاخد حوالي كوبايتين معايا من الشربات اللي انا عملته ده. زي ما انتوا شايفين شربت الشربات معايا، هبدأ اضيف تاني. كل ما تشرب الشربات ابدأ اضيف لها تاني، هتاخد معاكي من كوبايتين لكوبايتين ونص من الشربات. هسيبها بقى لما تهدى خالص، ما تقطعهاش خالص وهي سخنة عشان مش هتستحمل معاكي، وممكن كمان تبيتيها لتاني يوم، مش هتحتاجي بقى تغطيها ولا اي حاجة. بتعرفي منين ان هي خلاص مش عاوزة شربات؟ بتضغطي عليها كده بتلاقي الشربات طالع كده منها، خلاص بتبقى هي كده خلاص مش محتاجة تاني. هنا خلاص البسبوسة بعد ما شربت الشربات معايا كله، زي ما انتوا شايفين حاجة كده ما شاء الله. هنبدأ بقى نقطعها مع بعض ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه. زي ما اتفقنا ما ينفعش نقطعها خالص وهي سخنة عشان بتكون طرية جدا. عايزينها تكون متماسكة، ممكن تسيبيها لتاني يوم وتبدأي تقطعيها، بس انا هقطعها معاكم عشان اوريكم شكلها عامل ازاي من جوه. شايفين شكلها عامل ازاي من جوه؟ لونها موحد من جوه وطرية جدا ومرملة، حاجة كده ما شاء الله. وبالنسبة لطعمها بجد حاجة كده تحفة. وتقدري زي ما اتفقنا تعمليها بالمية بدل الحليب لو عاوزاها اقتصادية. زي ما انتوا شايفين شكلها مرملة جدا وطرية ودايبة. بالنسبة للطعم بقى حاجة كده فوق الخيال. يلا جربوها بطريقتي وان شاء الله تعجبكم جدا. اعتمدوا الطريقة دي وارجعوا لي وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. بس اهم حاجة تحطوا لايك للفيديو، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو بيخلي اكبر عدد من الناس تشوفه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي الجديدة. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير، مع السلامة.